ريال مدريد هذا الموسم يفتقد إلى قائد حقيقي، إلى قائد يوجه اللاعبين، إلى قائد يشير إلى اللاعبين، إلى قائد يصحح أخطاء اللاعبين ويوجههم على أرضية الملعب وينفعل في وجوههم، لأن ريال مدريد تحتاج إلى قائد بشخصية قوية، إلى قائد حقيقي. فالفيردي لاعب أسطوري في وسط ريال مدريد وفي كل مراكز يحتاجه ريال مدريد، يلبي النداء ويقدم مجهود مضاعف. كما قال أنا سأترك قلبي على أرضية الملعب أو رجلي على أرضية الملعب، لكن كقائد نحن نتحدث عن قائد وليس عميد. هناك فرق بين القائد وبين العميد. أنا أتكلم عن شخصية كريستيانو رونالدو وشخصية راموس وشخصية كاسياس، لأنها هو شخصية هيرو وراول، يعني هؤلاء القادة الذين مروا على ريال مدريد، وكذلك بنزيما آخرهم بنزيما ولوكا مودريتش. وكذلك نحتاج إلى توني كروز. أيضا توني كروز كان قائد حقيقي السنة الماضية إلى جانب لوكا مودريتش في صفوف ريال مدريد. هذا ما نحتاجه هذا الموسم، لأن اللاعبين اليوم الكل يظن أنه نجم فوق الآخر، الكل يظن أنه هو نجم الفريق فوق اللاعب الآخر، والكل يظنه هو نجم الفريق الأول، وهذا هو سبب المشاكل في صفوف ريال مدريد. والكل يريد أن يسجل والكل يريد أن يفعل كذا، لأن كل لاعب يظن نفسه هو نجم فوق الآخر، لأن هناك بيلينغهام يظن نفسه هو النجم الأول، كذلك فينيسيوس يظن نجمه هو الأول ويريد زيادة في الراتب ويريد أعلى من كريستيانو رونالدو، وكذلك هناك مبابي يظن نفسه هو نجم الفارق، مع العلم هو نجم الفارق من حيث تسجيل الأهداف. لكن إذا كان كل لاعب يعرف نفسه ويعرف موقعه ويعرف موقفه من الفريق ومن مكانة الفريق، وكذلك من موقعه على أرضية الملعب، المكان أين يلعب وماذا عليه أن يفعل، فسنتفادى كل المشاكل. لأن بيلينغهام يريد أن يسجل، أنت لست مهاجم، أنت لاعب وسط الميدان، أنت لاعب صانع ألعاب، فمهامك الأول وهو أن تصنع الكرة، هو أن تصنع الفرص لأصدقائك، وليس تهافت على تسجيل الأهداف لتكون أنت النجم الأول في ريال مدريد. كذلك على فينيسيوس الذي يتكلم كثيرا ويتهرج كثيرا ويريد أن يكون هو الأعلى أجر في ريال مدريد، وأنت أمام الشباك تخطئ الكرة. يعني مهامك هو أن تسجل الأهداف، لأنك مهاجم، تحسب مهاجم ثاني داخل ريال مدريد، لكنك منذ أن فقدت الكرة الذهبية لم نرى منك شيئا على أرضية الواقع، لم نرى منك أي مستوى، بل نرى فينيسيوس الذي بدأ مع ريال مدريد سنة 2018-2019 أمام الشباك يخطئ الشباك. هذا ما نراه، يعني مشاكل كثيرة وشجرت مع المدرب، مع اللاعبين، مع الجمهور، مع الخصوم، مع الحكام، يعني مشاكل أكثر من المنفعة داخل ريال مدريد. لذلك ريال مدريد يفتقد إلى قائد حقيقي، يفتقد إلى القائد على أرضية الملعب، وهذا هو السبب في مشاكل ريال مدريد وفي سوء النتائج داخل ريال مدريد. الكل يريد أن يكون نجم، الكل يرى نفسه هو نجم الفريق، والكل يرى نفسه أكبر من الآخر، وهذا خطأ وقع فيه ريال مدريد وإدارة ريال مدريد. وأنا أحمل المسؤولية الأولى ليس للمدرب إنما لإدارة فلورنتينو بيريز، لإدارة ريال مدريد، هي السبب في كل هذه المشاكل، لأن اللاعب تجبر على الفريق وتجبر على المدرب وعلى الجماهير وعلى الحكام وعلى الكل، ورغم ذلك لا زالت إدارة ريال مدريد تحمي هذا اللاعب، على العكس تقف في وجهه. الله يعاون، ما جلش غير هو، راه مشى كريستيانو ومشى راموس ومشى بنزيما ومشى راول ومشى النجوم الالوفات النجوم التي غادرت ريال مدريد، وهؤلاء الذين موجودين في ريال مدريد الان جمعهم كلهم اقسم بالله العظيم لن يسووا حتى يسريه من كريستيانو رونالدو، وليس رجل يمنى، حتى يسريه من كريستيانو رونالدو سجل اكثر منهم مجتمعين بيسريه كريستيانو رونالدو. السلام عليكم.